برضه عشان ابقى حقاني معاكم، احنا دلوقتي طلعنا من الشوارع الرئيسيه في وسط البلد ودخلنا شارع ورا عماره كده غالبا او بين عمارتين، فلازم برضه اوريكم يعني الحقيقه كما هي. حبيبي صحباتي، اهلا بيكم في يوم جديد ومغامره جديده بنفس فيو نيروبي الجميل. احنا كل يوم نكستند، يعني احنا كل يوم نغير اير بي ام بيز، لان نكون عاملين حسابنا مثلا ان احنا هنقعد يوم او يومين وتعجبنا فنكون عايزين نقعد اكتر واكتر، فعمالين نكستند في الرحله. دلوقتي انا وتيما قاعدين بنفطر بفيو نيروبي الجميل. بصوا تيما مخبي ظهره. Show me what you did yesterday. Nothing. Come on bro. No, It's all on the vlog. it's okay. تيما دلوقتي يا جماعه مخبي ضوافره اللي عملها امبارح راح عمل مانيكير واحنا بنتمشى في وسط المدينه، ما اعرفش ليه، ولكن هي هبت في دماغه كده مره واحده ان هو عايز يعمل مانيكير. فدلوقتي قاعدين بقى بيسال بتاعه المطعم، بيقول لها جيبي لي شويه اسيتون بعد اذنك عشان محتاج اشيل القرف اللي في ايدي ده. فالمهم ان هو استمتع امبارح ورحنا حفله شون بول. اي نعم ما كانتش حفله يعني جامده قوي، لان مبدئيا كانت الدنيا بتمطر يعني بطريقه مرعبه، حاجتنا كلها اتبلت تماما، فيعني محتاجين بقى النهارده ان احنا نعمل غسيلنا وننشر الحاجه علشان بالليل طبعا ما لحقتش ان هي تنشف فمعفنه دلوقتي. فدلوقتي هنفطر ونبدا جوله بقى اليوم الرابع هنا في نيروبي. يلا بينا. هنا يا جماعه وانتوا داخلين السوبر ماركت بيشيكوكم برضو، بيعملوا اكس راي كده سريع، معرفش ليه يعني، مع اننا داخلين سوبر ماركت بسيط عادي يعني، مش حاجه فانسي ولا كبيره. المهم احنا عشان امبارح اتبلينا فعايزين نعمل الغسيل بتاعنا، ولكن معناش الصابون بتاع الغسيل، فجينا السوبر ماركت علشان نجيب يعني شويه صابون كده نغسل بيهم لبسنا وننشره بقى علشان ينشف على بكره كده تقريبا بس، وبعدين هنبدا بقى يومنا هنا في نيروبي. تيما جه دلوقتي اهو يشتري النيل بولش ريموفر. مش هتسترجل بقى ولا ايه؟ When are you gonna be a man? Bro, I am the man. Okay, let's go find the detergent then. انا وتيما يا جماعه نزلنا دلوقتي نروح وسط البلد، زحمه جدا. بصوا الناس كلها طالعه من الشغل بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، بس النهارده الفرق ان احنا لابسين شيرت المنتخب بتاع كينيا علشان نبلند ان برضه. واقف بس يحط شويه بنزين. وبصوا ده اتوبيس الحفلات بقى اللي كنت بقول لكم عليه، يعني هو مش اتوبيس حفلات يعني بيحصل جوه حفلات، لا هو اتوبيس عادي بيوصلكم من بوينت A لبوينت B، ولكن جوه بقى بيبقى فيه موسيقى، والباص من بره اصلا روش جدا، بيبقى عليه رسومات كده. هي برو اهو ده مثلا اتوبيس غيره برضه، ولكن ده مش بتاع حفلات قوي، ده اتوبيس عادي. بصوا الزحمه بقى والناس طالعه من الشغل. طبعا احنا اسرع حاجه الموتوسيكلات دي، لان لو مش على الموتوسيكل هنقف بقى في زحمه العربيات، وميزه الموتوسيكل بقى ان هو بيخش عكسي ومحدش بيدقق معاه. يا جماعه احنا دلوقتي في وسط البلد بنتمشى، يعني في نفس الفكره اللي عندنا في شارع القاهره، كتب قديمه كده وحاطينها لكم اون ديسبلاي بحيث ان انتوا تعملوا شوبينج الكتب بتاعكم هنا، وتماثيل كده وبس. الناس بقى رايحه وجايه من الشغل، ومعظم المكان هنا اتوبيسات، يعني زحمه جدا الصراحه، وتخيلتها ان هي تبقى ازحم من كده كمان بما ان احنا دلوقتي في الراش اور، ولكن لاحظتوا ان الاتوبيسات دي كلها بصوا مليانه، كله فول 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 اتوبيسات لحد اخر الشارع. فالظاهر ان الناس بقى اللي هي المفروض كانت تبقى ماليه الشوارع دي راكبه اتوبيسات، لا ومش صف واحد بس، لا ده كل اتوبيس وراه اتوبيس او اتنين كمان. فالظاهر هنا ان طريقه التنقل الرئيسيه عندهم هي الاتوبيسات، لان بصوا كل الحاره دي اتوبيسات. يا جماعه الاتوبيسات هنا اسمها سيتي هوبا، كل اتوبيس مكتوب عليه اهو سيتي هوبا، مش سيتي هوبر ان يعني تعملوا هوب على الاتوبيس، لا سيتي هوبا. زي عندنا في القاهرة على كوبري قصر النيل، الناس برضو هنا واقفة بكاميرتها وعدتها، بيقولوا لكم يعني لو عايزين تقفوا وتتصوروا فوتو شوت في السريع كده هنا في الداون تاون، الاوبشن موجودة برضو. How much is photo shoot? One photo. فيري كول مان. يا جماعة تيما جزمته امبارح اتبلت ومعهوش غير الجزمة اياها يعني، فالنهارده ماشي بالشبشب وبيحاول انه I didn't bring any other pair of shoes, so I need to get some. You're gonna buy a shoe just for one day? Yeah. بصوا نفس hey bro. Look. وزونجو. Look. Yeah, that's true. بصوا كتابي المفضل اهو، ده Alchemist. I'm your first مزونجو client.
But Muzungu is like a bad word, or it's like just means white person, or Just means a white person. white person. So it's not racist. It's not a racist. Because everyone calling us Muzungu, you know, Muzungu. Okay, it's not a bad word, huh? So I shouldn't be offended, even though I'm from Africa, bro. But they're still calling me Muzungu. I'm from Egypt. You're from Egypt? Yeah, okay, I'm still Muzungu if I'm from Egypt. Yeah, you're still a Mzungu. Your color means... Okay, so I'm not black enough. You're not black. فاحنا لسه مزونجو يا جماعه. بصوا هنا بيبيعوا كتب زي عندنا في القاهره بالظبط، كتب مستعمله هاي كوبي. بصوا يا جماعه، بما ان دلوقتي ميعاد اذان المغرب، قلنا نيجي نصلي جوه اكبر مسجد هنا في نيروبي. مسجد قدامنا وبصوا ضخم. خلينا نخش نشوف من جوه. طبعا معظم الناس اللي جوه صوماليين يعني، لان هنا الجاليه الصوماليه هي اكبر جاليه مسلمه. بصوا واو، بصوا مدخل جميل ونضيف، والدنيا يعني هاديه تماما. بصوا يا جماعه المسجد من جوه حاجه يعني راقيه جدا. لسه اذان المغرب شويه وهيدن، فهنخش نصلي هنا. المسجد الصراحه اكبر بكتير مما انا كنت متخيل يا جماعه. المسجد ضخم يعني، هو في منطقه اندورز وفي كمان منطقه اوتدورز هناك. واللي واخد بالي منه ان معظم الموجودين جوه المسجد صوماليين يعني، في اي نعم كينيين وفي ناس من اندونيسيا وماليزيا وبلاد مختلفه كتير اسيويه، شويه عرب هنا وهناك، ولكن الاغلبيه طبعا زي ما قلت لكم الصوماليين هم المكتسحين هنا الجاليه المسلمه. فحاجه تفرح برضه ان الواحد يعيش الاجواء دي في بلد يعني اغلبيتها مسيحيين. المسجد الصراحه من جوه نظيف جدا يعني، بيلمع. بصوا السجاد فله يا جماعه. احلى حاجه ان في عز المباني الطويله والزحمه ووسط البلد والكركبه اللي انتوا شفتوها بره، تخشوا جوه تلاقوا شجر ومدخل كده في هدوء تام، وواحد سلام في وسط البلد المزدحمه. والظاهر يا جماعه ان ده كان جزء مفتوح من المسجد زمان، ولكن هم اغلقوه من فوق كده، حطوا له سقف وبقى جزء يعني اضافي في المسجد هنا. بصوا مكتوب هنا بالانجليزي none to be worshipped but Allah محمد is his prophet، والباقي طبعا كله بالعربي. ولكن حلو، اول مره اشوف في مسجد يعني، بالنسبه لي من اوائل المرات ان انا اشوف حاجه مكتوبه على الحيطان بالانجليزي يعني. المسجد هنا مكتوبه ان هو اتبنى سنه 1925، والفاونديشن ستون كانت باي مولانا السيد عبد الله الشقة. معرفش من فين ده، ولكن هو مؤسس المسجد اللي انتوا شايفينه ده، اكبر مسجد في نيروبي. احلى حاجه يا جماعه وانتوا ماشيين بقى في وسط البلد هنا، تشوفوا المباني اللي من ايام الاحتلال البريطاني. مباني الصراحه جميله برضو، تحسوها تراث كده. مباني بقى الجديده اللي هي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، وفي مباني احدث اللي هي بالازاز. ده مثلا من ممكن ايام الاحتلال البريطاني، واخد نفس الطابع ده يعني، شبيهه شويه بوسط البلد عندنا لحد ما. انا اللي بيلخبطني بقى ان اجي اعدي في الشارع ابص يمين الاقي العربيات جايه من الشمال والعكس صحيح، فمش متعود لسه على النظام البريطاني. ولكن تيما بيبص في الناحيه الصح لان هو عايش في لندن. You're used to looking on the right side, huh? Because you live in England. For me it's still confusing. Muzungu? You're American. No, I'm Egyptian. I'm African, bro. مع كمية الزحمة والبياعين اللي في الشارع، احنا كده يعني يوم اتنين، مش مثلا يوم الخميس بقى والناس خارجة، لا ده كده يوم اتنين عادي في وسط الاسبوع. لو مش بس لبس، في بتوع فاكهة، في قدام شويه بتوع الكترونيات، في يعني اي حاجه تتخيلوها. هو على الشمال هنا مثلا حد بتاع سماعات، جنبه بتاع نظارات، فكل اللي تتخيلوه موجود هنا. توي تليفون. No, it's actually a working phone. You can put SIM card here. Yeah, but it's a bit small. It's for spying, huh? Can you show me this one, please? 2 SIM cards here and make normal phone calls and everything. بصوا يا جماعه التليفون الصغير ده تركبوه كده في الحزام بتاعكم، وتقدروا ان انتوا تطلعوه تستخدموه بقى كامرجنسي فون يعني. Bro, no, this one is better. No way, bro. That's crazy. This is Nokia? Ubad. Show me. Ubad. How much is it? This one. بصوا يا جماعه التليفون صغنن تماما. التليفون الصغير ده ب$10، ولو ما عجبكمش تخشوا بقى تكملوا استكشاف هنا. بصوا محلات لبس، وهنا الكترونيات، كل حاجه موجوده هنا. مع الاتوبيسات من جوه
كلها اضاءه ومتشخلله من جوه، ومن بره صور بقى GTA God is my strength. لا وكتير منهم كاتبين بقى حاجات اللي هو مثلا The truth is God او trust in God، الحاجات اللي هي ال spiritual دي. بصوا اهو اتوبيس تاني، لا حاجه يعني. هو ده الاتوبيس ده مثلا عليه بوب مارلي ولا معرفش مين ده سنوب دوج اهو، مش مشكله. وفوق صوره The Last Supper بتاعت جيزس. في واحد انا متابعه بقالي حوالي سنه هنا في كينيا، بيعمل ايه؟ بيجي اللاينز بتاعت الاتوبيسات دي كلها هنا معروفين كينيا ان هم بيقفوا باللاينز الطويله دي يستنوا الاتوبيسات بتاعتهم. ففي واحد مشهور على تيك توك بيجي ويقعد يحضن بقى كل الناس، يحط ايده على كتف الناس ويشوف الرياكشنز. والرياكشنز بتاعت الناس هنا الصراحه هاديه جدا، يعني ما بيبقاش حد مثلا بينفعل يقول له شيل ايدك يا معلم، لا عادي كلهم بيضحكوا مثلا او ما فيش رياكشن. فبصوا كينيا او نيروبي بالتحديد معروفه بكميه اللاينز دي، تفضل مستنيه الاتوبيسات تيجي بالدور. يعني الناس برضو الصراحه منظمه جدا. بصوا اللاين واقف، محدش بيتحرك منه، محدش بيخش قدام حد تاني، والاتوبيسات بتتملي ويكملوا. بصوا اللاينز قد ايه، كل دي ناس مستنيه اتوبيسات. الشارع كله تقريبا يا جماعه كل دي ناس مستنيه اتوبيسات. جينا ناكل في مطعم. بصوا احنا الوحيدين الغراب اللي في المكان هنا، كل الناس دي locals واحنا الوحيدين. I think we're the only white people here. Exactly, this is what I was going to say. جماعة عندهم هنا عصير مانجا اسمه حبيبي مانجو. ما شاء الله كلمة حبيبي دي انتشرت جامد آخر فترة، ولكن حلو إن الواحد يشوفها هنا في نيروبي. الأكل بتاعنا وصل أهو. أوه thank you very much. نقعد ناكل بقى هنا ونستمتع بعد يوم طويل من المشي حوالين المدينة. بون ابيتيت برو. برضه عشان ابقى حقاني معاكم، احنا دلوقتي طلعنا من الشوارع الرئيسيه في وسط البلد ودخلنا الشارع ورا عماره كده غالبا او بين عمارتين، فلازم برضه اوريكم يعني الحقيقه كما هي، لان انا كنت بقول لكم برضه ان كينيا نظيفه وما فيهاش وساخه وبتاع، فالمنطقه هنا زي ما انتم شايفين مش اجمل مكان. عمالين بقى نخش دلوقتي في حواري وبتاع عشان برضه نشوف المنظر الحقيقي كما هو. ده احنا كده كمان نعتبر في وسط البلد، لسه ما رحناش بقى الحتت اللي هي ايه العشوائيات، ولكن حلو يعني بشكل عام. لسه الشوارع الرئيسيه بره نظيفه تعتبر، ولكن هو الشارع اللي ورا اللي احنا شفناه ورا العماره ده هو اللي يعني مش انضف حاجه، ولكن بشكل عام مش سيء خالص. بصوا يا جماعه الحواري هنا تحسوا ان احنا ماشيين في شوارع ريو دي جانيرو، شوارع ضيقه كده وطالعه لفوق ونازله لتحت وكلها سلالم. معرفش احنا فين بقى دلوقتي. بصوا هنا منطقه صناعيه اكتر، ظهر ان هنا منطقه الطباعه بقى وكده، واحنا دلوقتي بنتمشى يعني ايه مش عارفين احنا فين، عمالين نخش يمين في شمال تحت فوق، فماشيين بنتوه. يعني هي دي الصراحه احسن طريقه ان انتوا تستكشفوا بيها مدينه جديده، ولكن معرفش بقى احنا دلوقتي في منطقه خطر ولا منطقه نظيفه ولا منطقه وسخه. المهم ان احنا بنتسلى وبنستكشف. يا جماعه في الاير بي ام بي اللي احنا قاعدين فيه ان هو في جيم كده بفيو المدينه من فوق. بصوا ومين كان يتخيل ان انا في نيروبي هقعد اتمرن بالمنظر اللي احنا شايفينه. الصراحه يعني من الحاجات الحلوه اللي انا يعني بعملها مؤخرا ان انا ما بشوفش اي حاجه عن البلد اللي انا رايحها قبل ما اروح، فبتفاجئ. لان مدينه زي نيروبي لو كنت شفت لها صور كنت هعرف اتوقع ايه، كنت اعرف ان هي فيها ابراج واعرف ان هي مودرن ونظيفه لحد ما، ولكن نيروبي انا ما شفتلهاش اي صور تماما. فجينا اتفاجئنا بالكواليتي اللي انتوا شايفينها دي، جيم بروف توب والمنظر الرائع ده. مع الساعة دلوقتي 1 بالليل وجوعنا، فقلنا نيجي السوبر ماركت بس نجيب كام حاجة في السريع علشان نسلي يعني نفسنا ونخش ننام. فاضطر ان انا بقى انهي الفلوج في دوشة الموسيقى اللي فوقية دي. كالعادة استنونا بكرة في فلوج جديدة ومغامرة جديدة. Until then take care and safe travels.